مرحب بكم. النهارده هنتكلم على حلقه قمه والحلقه جديده، حلقه لعيبه النادي الاهلي، الحلقه الكبيره، الحلقه الاحسن حلقه على قناه عمر الاهلي، وحلقه جروب سوكر ان شاء الله. حلقه عمر الاهلي لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله. هنتكلم النهارده على لعيبه النادي الاهلي المصري، وهنتكلم عن عمارة الاهلي المصري النهارده ان شاء الله، وهنتكلم في الدوري المصري مع حلقه لعيبه النادي الاهلي المصري. يلا مستني ايه؟ تعمل لايك سبسكرايب فعل فيديو فعل اشتراك فعل الجرس بسرعه عشان نوصل لاعلى ليميت مشترك على منصه اليوتيوب، على منصه كل منصات السوشيال ميديا. تعالى ترى فين؟ اعمل لايك سبسكرايب. النهارده يا جماعه نتكلم على 3 لعيبه في النادي الاهلي المصري، من ضمنهم اسامه ابو علي، من ضمنهم علي معلول، من ضمنهم محمد الشناوي. النهارده يا جماعه هنتكلم على لعيبه مهمه جدا 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 على حلقتنا على قناه. يلا بينا. هنتكلم على اول لاعب عندنا، هو علي معلول. مسجل اهداف كتير ومسجل اسيستات كتير، واحسن لاعب في مصر، واحسن لاعب في النادي الاهلي، احسن لاعب في مصر، واحسن لاعب في النادي الاهلي، في اسطوره كره القدم في النادي الاهلي المصري، بيعتبروه مصر. تعالى نتكلم النهارده على اسامه ابو علي، اللي شارك في نفسه واللي سجل اهداف في شهر واحد في كاس الدوري المصري ب 18 هدف و3 اسيستات، ولا 7 اسيستات، ايوه 7 اسيستات و18 هدف، وخد احسن لاعب في الدوري المصري، احسن مهاجم في الدوري المصري هو اسامه ابو علي. واقول لك على تالت لاعب اهم عندنا حاجه، محمد الشناوي. مسجل وبص صادق كتير، ده صادق من كاس العالم للانديه، صادق من كاس افريقيا كده. بص حارس سديد، حارس جامد، انت معاك حارس قوي، انت معاك حارس شديد، هو محمد الشناوي، ومعاك علي معلول، ومعاك اسامه ابو علي. لعيبه كتير بس النهارده هنتكلم على لعيبه مهمه، واللعيبه النهارده على قناه عمر الاهلي، من اقوى القنوات في الشرق الاوسط، ولازم نتكلم على كل لاعب، ولازم نديله الحق على قناه عمر الاهلي. النهارده يا جماعه هنتكلم على لاعب مهم على قناه عمر الاهلي. ماشي، اول لاعب عندنا علي معلول. علي معلول من احسن لعيبه في الدوري المصري. اقول لك يا معلم كمان خلاص، يعني علي معلول خلاص خف، كمان يومين هتشوفوه رجع بالسلامه، وهتشوفوه هيلعب على ارضيه الملعب استاد القاهره. يلا بينا نتكلم على لاعبين، نتكلم النهارده مهمين جدا على قناه عمر الاهلي، على قناه مهمه جدا جدا. والنهارده يا جماعه اللي علي معلول مسجل اهداف كتير، مسجل حوالي 80 هدف ولا 90 هدف، وبقاله بقاله في السنه الجايه في سنه 2016، في سنه 2012 لغايه 2024 حابب النادي الاهلي جدا زي صلاح، من سنه 2016 لغايه 2024. بسم الله ما شاء الله جدا. علي معلول خلاص يا جماعه هيخف وهيرجع لارضيه الملعب. خلاص علي معلول هيرجع لارضيه الملعب. اقول لك مين اللي عرفنا، بص يا معلم، ورايا ناس كتير بيعرفوني كل حاجه، وبعرف كل الاخبار كره القدم، متابع برنامج ايه؟ اقول لك يا معلم، برنامج بين سبورتس، من اهم البرامج في الشرق الاوسط. البرنامج ده كمان هتلاقيه في جروب سكر، الا في بين سبورتس، الا في قناه الاهلي. ماشي اوكي، النهارده نتكلم على البرنامج ده هنعرف تسجل فيه. بص يا معلم، هتسجل باركود، هتسجل رقمك، هتسجل رقم الهاتف، هتسجل كل حاجه هتسجلها على قناتك، وهتعمل قناه ليك، وهتشوف مين اللي تحقق المباريات ومين اللي هيكسب عشان تاخد عليه فلوس. وانت دماغك جابك اللي انت نادي هيكسب وكسب بحقيقي، انت ممكن تاخد الفلوس، او خسر ماليش دعوه، مش هتكسب الفلوس. يلا بينا نتكلم على علي معلول. علي معلول من اهم لعيبه كره القدم في الدوري المصري، من اهم اللعيبه. يعني علي معلول ده حتى اسطوره كره القدم على مستوى الرياضه، ده بسم الله ما شاء الله، ده يعني حتى ارقام قياسيه. هدف في مركز الثالث في كاس العالم للانديه قدام نادي الياباني كده اسمه نادي روا الياباني،
ده كسبنا انا واليابان 4-2 بس. جاب هدف في الروى الياباني، ده احسن هدف جامد جدا، جاب جولين في الروى الياباني، وجاب سجل هدف في اتحاد جدة السعودي، وسجل هدف في ريال مدريد في ضربة الجزاء. شفت يا معلم؟ علي معلول أسطورة كرة القدم المصرية، وأسطورة التونسي علي معلول. النهارده نتكلم عن اللاعبين النهارده حلقة عمر الأهلي، أسامة أبو علي ومحمد الشناوي. بس يلا متستناش الجزء التاني على حلقة عمر دراما على قناة عمر دراما بسرعة، واتفرجوا على قناة عمر دراما. والحلقة الجزء التاني اللي هي كأس العالم مونديال 1997، حلقة جميلة جدا جدا، وعن قريب هتنزل إن شاء الله بعد بكرة إن شاء الله، بعد بكرة إن شاء الله. والحلقة تنزل الجزء التاني في كأس العالم مونديال 1997. يلا متنساش لايك، متنساش تفعل الجرس، ومتنساش تعمل اشتراك. ويلا بينا على الحلقة بتاعتنا، والحلقة المهمة 2 لاعبين أحسن اللعيبة في الدوري المصري. خد أحسن هدف، وأخد أحسن هدف، وأخد أحسن أسيست، وأخد أحسن مباريات، وأخد مركز ال 12 في العالم. اقسم بالله العظيم انا تعبت من اسامه ابو علي ده. يلا بينا اسامه ابو علي اللي كسر الدنيا. والنهارده نتكلم على لاعب شرس اسامه ابو علي ومحمد الشناوي. بس اول حاجه متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، فعل الفيديو، فعل الاشتراك، فعل الجرس، بس عشان نوصل ل 100,000 مشترك على كل منصات السوشيال ميديا. يلا بينا على حلقه كأس العالم مونديال نص العالم اللي هي أسامة أبو علي سجل فيها، والنهارده نتكلم عليها. أسامة أبو علي اللي سجل في مباريات الأهلي والعين الإماراتي. يلا بينا. أسامة أبو علي خد أحسن مهاجم في مصر، خد أحسن مهاجم. سجل كام هدف؟ أقول لك كام. بسجل 18 هدف و7 أسيستات، ولعب 15 مباراة. لعب 15 مباراة. أوكي. أسامة أبو علي في الدوري المصري خد أحسن هداف، بعد تاني خد أحسن هداف، وخد أحسن لاعب في مصر. أحسن لاعب في مصر، وخد أحسن هداف في مصر. أوكي نتكلم في العالم. مين خد أحسن لاعب؟ مين أحسن واحد هجوم في العالم؟ بص يا معلم، أسامة أبو علي تقدم على ليون ميسي، وتقدم على كريستيانو رونالدو، وتقدم على ليون امبابي وهالاند ومو صلاح. مو صلاح حبيبي من أحسن لعيبة من في العالم كله، بس أسامة أبو علي المركز ال 12، المركز الأول، لاعب اسمه بوندوت الياباني. اوكي بيسجل حوالي 35 هدف في 17 مباراة. شبار رعب. لوفورديز لاعب ياباني بيسجل 30 هدف في 17 يوم، 17 مباراة. بيسجل كام اسيست؟ 15 اسيست ان شاء الله رب العالمين، و15 اسيست. شبار قوي يا عم. النهارده من احسن هجوم في مصر، من احسن مهاجم في افريقيا، ومن احسن مهاجم في الشرق الاوسط، أسامة أبو علي. اوكي. محمد الشناوي النهارده الحلقه ليه قصه كبيره جدا محمد الشناوي ده الصراحه هياخد احسن قائد في العالم، في الشرق الاوسط وفي العالم كله. اقول لك يا معلم هينافس مين في العالم كله؟ هينافس امبابي. محمد الشناوي هينافس امبابي في احسن قائد في العالم، واحسن قائد في الشرق الاوسط هينافس كريستيانو رونالدو في بطولة جول سكر. اوكي. محمد الشناوي لسه القائد لسه منزلش، يعني لسه احنا في المرحلة الأولى. المرحلة التانية اللي هي تصويت المذيعين، والتصويت الحرساء المرمى، والتصويت القائد الفرق، والأحسن قائد في الفرق. اوكي. محمد الشناوي من أحسن اللعيبة جات عصر التاريخ في مصر بجد. محمد الشناوي
من حبابيين، من احسن لعيبه في مصر ومن احسن حرساء في مصر. هتتكلم عليه من الصبح هقول لك هو احسن حارس في مصر واحسن لاعب في مصر واحسن واحد في مصر محمد الشناوي. بتنساش ان محمد الشناوي عمل لك ايه، بتنساش لمحمد الشناوي ساعدك. قول له اسامه ابو علي، لا اقول لك الشناوي قائد الفريق اللي شالنا في كاس العالم والديال، وتنشلنا قدام فريق امريكا، امريكا كسبتنا 1-0 بالعافيه حتى. وحتى الشناوي اللي خد احسن راجل مباراة قدام البرتغال، قدام كريستيانو رونالدو، قدام اسطورة كرة القدم. شفت؟ مش هتلاقي واحد زي ده اللي معروف على وسط العالم. محمد الشناوي اسطورة العالم، اسطورة كرة القدم، اسطورة التاريخ، اسطورة الجول، اسطورة كرة القدم على مستوى العالم. شفت؟ 2019 محمد الشناوي كان احسن حارس العالم في 2019. في 2018 قصدي فرنسا كسبت كاس العالم مونديال في 2019. محمد الشناوي خد احسن حارس افريقيا وخد احسن حارس في العالم. بس النهارده اللي خلصنا كملنا الحلقه وحلقه لعبة النادي الاهلي على قناه عمر الاهلي. بس بسرعه اكتب عمر دراما على اليوتيوب، نتكلم على كرة القدم، تاخد كرة القدم. بس النهارده قفلنا القناة. يلا بينا على الحلقة الجديدة ان شاء الله اللي هتنزل يوم 28 ان شاء الله بعد جايزة جلوب سكر. شكرا على تفاعلك، شكرا على الجرس، شكرا.